حضروا مع بعضياتنا واحد المخنفر كيجي خفن زربن هكا الكوتي، واليوم درت لكم السبيده، فخليكم معنا حبابي وما تنساوناش من لا. لالا هذا المخنفر كيجي بحال الشتا وكيجي خفيف وزوين ومرغي، وهذا هو المخنفر اللي تعلمنا من الوالدين. فخليكم معنا حبابي وما تنساوش لايك واشتراك وفرجه ممتعه، وخليكم لاخر الفيديو. وهنا كنحتاجو 3 الكيسان ديال السميده. بهاد الكاس باش عمرت غنعبر به كلشي كندير 3، وكندير تقريبا نص كاس تقريبا ديال الفورص، وكندير شويه الملحه ومعلقه صغيره ديال سكر سنيده، وكندير بيضه، وكندير 3 الكيسان ونص. كندير هنا معلقه خميره فوريه و3 الكيسان ونص. باش ما درت سميده كندوب النص عليها. دابا درت 3 سميده كندير 3 ونص ما. كيجي واحد المخنفر رائع البنات. هنا المدافي درت 3 كما كتشوفوا، وهنا كنحرك وغنزيد بيضه. صافي هادو هما المقادير، وضروري بغيتو تخلطوه هكا مزيان ما بغيتوش ضروري تخلطوه البنات باش ما يتكتلش لكم. ملي كديروا الماء قبل ما ديروا البيضات تديروا. انا بعد ما حركت مزيان كندير خماره وحده ديال الحلوى. صافي هنا غنخلط بالفويي وغنديرو انا بالبلونجور، واللي بغات ديرو حتى في مولينيكس ديرها. صافي هنا كما كتشوفوا كنطحنو طحنه وحده. صافي وغنخليه يرتاح تقريبا واحد نص ساعه. نسد عليه بالبلاستيكه او بشي غطاء باش تلقاوه هنا. شوفوا هنا تبارك الله كيفاش كيتفاعل. شوف كيفاش كيجي بحال هكا. وقد ما خليتوه بحال هكا كيعطيكم واحد النتيجه اللي رائعه، واللي داقو عندكم غيحماق عليه. صافي هنا مباشره كنسخن المقله ديالي وكندهنها بشويه الزيت، وكنبدا نطيب فيه. كندير لالوش وحده مغرفه وحده، وانا كندير مقله صغيره كما كتشوفوا البنات. غنطيبو حتى كيتحمر، وكنعاود نحمرو من الفوق، يعني كيطيب على جوج جوانب. صافي ونحمرو ثاني على الجهه الاخرى. صدقوني البنات كيجي هكا دغيا كتوجديه للكوتي وكيجي تحمر الوجه قدام الضيوف. كنوريكم القوام ديالو. كنقول لكم شوفوا البنات انا قربت نكمل وباقي القوام ديالو. هذا هو القوام ديال خصو يكون. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي بحال الشهده، وكيجي خفيف وكيجي زوين البنات. الصراحه كانت انا اول تجربه غنديرو بالسميده. انا منفك كنديرو بالفينو وبالفورس، وهاد المره شقات نديرو بالسميده، والصراحه النتيجه بهرتني بزاف اكثر من الفينو. جا واحد البغرير اللي رائع البنات. عفوا واحد المخنفر اللي زوين البنات. كما قلت لكم دغيا وجد معاكم هكا يعيط عليكم شي واحد ولا هكا ضيوف الغفله، راه دغيا كيوجد. كما قلت لكم كتجي تحمر الوجه، كدهنوه غير بسبيده وعسيله كيجي يا سلام. صافي هنا كنقول لكم ملي كتخويوه شوف كيفاش كيبدا يتقب بحال الشهده. صافي هنا مباشره بعد ما طاب ليا غادي نوريه لكم هذه النتيجه اللي حصلت عليها. وكما كتشوفوا هنايا درت زبيده وعسيله، وغندهن معكم شي حاجه خليتها ناشفه. شوفوا كيفاش كيجي البنات، راه كيجي زوين بزاف ومحمر. يعني كما قلت لك تهني منه وتخلي يعني زعما هكا يعني شي حاجه تدهنيها وشي حاجه تخليها، راه كيجي زوين. والبنات اللي كيبغيو يحتفظوا فيه في الثلاجه كنقول لك ديري غير في بابي سلوفان وديري في الثلاجه، كيبقى حتى 3 ايام كيبقى زوين. وما تنساونيش حبايبي من اللايك والاشتراك والبارطاج، ونوريه لكم. وهذا هو النتيجه ديال المخنفر بعد ما طاب ليا. انا النص غنخليه ناشف والنص غادي هكا ندهنو بالزبده والعسل. كيجي شي حاجه زوينه يا البنات. شوفوا كيفاش مرغي، وكما قلت لكم ما كاينش اللي ما ذاقش ليا. تحيه للجاره ديالي كانت ذاقته وعجبها بزاف، كانت صايمه كنقول لها الله يتقبل منها وعجبها بزاف. وصراحه راه كيجي شي حاجه اللي زوين والطوب، وكيجي كما قلت لكم مخنفر بحال اللي علمونا الناس زمان، يعني جداتي وماما. كنقول لهم ماما كنقول الله يطول بعمرها، امي كنقول الله يرحمها. راه كيجي زوين البنات. وهاد المقادير راه كيجي بهم تبارك الله وكيعطيكم شي لاباس كما كتشوفوا. شوفوا تبارك الله شحال وكيجي وكنقول زوين لكم كيجي زوين وخيط ناشف غديروه في السلوفان في الثلاجه وكيبقى لكم حتى مده كما قلت وما لكم. تنساوناش من كنقول لكم حبايبي اللايك. سالا الفيديو هنا، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرين. فما تنساونيش حبايبي من اللايك والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا قناتي تبقى